السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء في لايف جديد وحكاية جديدة من حكاوي الكيلاني. الراجل طيب أنا سمعت عنه كتير قبل كده لكن ما شفته، أول مرة أشوفه. فهو تقريبا قاعد هنا في مجلس في الشارع اللي هو ما بين مسجد قباء والحرم النبوي الشريف، ودايما بيوزع قهوة وشاي وتمر. ازيك يا عمنا؟ يا مرحبا. كل عام وانتم بخير. الحمد لله. اسمك كريم. الحمد لله بارك الله. اسمك ايه يا عمنا؟ اسمي ابو السباع. يا انا ابو السباع. انت بقالك كام سنه كده بتجلس في المكان ده توزع؟ 41. 41 سنه. ما شاء الله. انت سوري يا عمنا ولا سعودي؟ لا سوري. سوري ما شاء الله. ربنا يحفظ سوريا واهل سوريا. بقاله 41 سنه يا جماعه في المكان ده في شارع قباء زي ما انتم شايفين، بيوزع تمر وبيوزع قهوه وبيوزع شاي. السلام عليكم. اسم حضرتك؟ يا عمنا هات واحد شاي. مش عايز يتكلم. على ما بوزع شاي انا هاخد الشاي بتاعي الاول، وده شاي ايه وشاي الثاني ده ايه؟ شاي قهوه عربي زي ما انتم شايفين يا جماعه ما شاء الله. والناس قاعدين هنا يعني قاعد يوزع هو على الناس اللي مارين شاي. وعمنا ابو السباع من دولة سوريا في شارع قباء بقاله 41 سنة في نفس المكان. انا والله شفت له فيديوهات قبل كده وكنت حريص ان انا اعرف مكانه فين ووزع فين لحد ما قدرت. الحمد لله ربنا اكرمني النهارده وصلت على الشارع بتاعه في مسجد قباء. اهو ده مسجد قباء هنا كده من اتجاه الحرم، من اتجاه مسجد قباء، ومن هنا كده من الحرم النبوي الشريف. اهو اللي جاي من الحرم النبوي الشريف ومتجه على مسجد قباء بيكون بعد تقريبا 100 متر على ايدينا اليسار العماره دي مكتوب عليها كده لوحه آية الكرسي. وعمنا ابو السباع قاعد هنا بيوزع الشاي والقهوه العربي والتمر. تمام؟ يعني انت بقالك 41 سنه يا عمنا ابو السباع في نفس المكان؟ لا نحن كنا اول بالجوا. من هذه كنا سفره هنيك. بس هلا يعني شوي صرنا يعني لسه شوي صرنا هون. ربنا يديك الصحه والعافيه. يعني حاجه جميله جدا، وان انت في بيت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم وحريص على انك توزع القهوه العربي والتمر بنفسك زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. اللي هي السيارات اللي عامله زي الطفطف والناس جايه تاخد القهوه اهي. انا خليني اخد قهوه انا كمان. وبوزع التمر اللي هي دي عجوه المدينه زي ما انتم شايفين يا جماعه. بيقدم بنفسه. من امتى بتبدا تجهز القهوه دي يا عمنا ابو السباع؟ من هون. هذه يعني عندنا قهوه التركي. من الساعه كام بتبدا تجهزها تحضرها يعني؟ انا عندنا فضاء نساويها. ايوه. يعني بتسووها من الظهر مثلا، يعني بتجلس هنا من العصر. من بعد العصر تبدا تجهزها. كم دله بتوزع تقريبا؟ لا اله الا الله. يعني والله على هوات الزبونات. زباين الخير. يعني مساوي له 60 ثلاجه. كم دله؟ 60 ثلاجه. ما شاء الله تبارك الله. شايفين يا جماعه 60 دله من الحجم الكبير ده. عمنا ابو السباع بيورد بيوزعها على المارين في شارع قباء، وكمان عاملها بشكل جميل جدا. وعاملها انا هدوق القهوه بتاعته. لا جميله والله، يعني القهوه بتاعته مميزه فعلا وجميله جدا وطعمها حلو. بيوزع عاملها بشكل جميل وعاملها بشكل مغلف، ومعاه احد اقاربه هو بيوزع الشاي والقهوه العربي اهون زي ما انتم شايفين. بقاله 41 سنه بيوزع في نفس المكان. ربنا يديه الصحه والعافيه يا رب. من هو يعني العمر كله له لانه حريص على انه يوزع التمر والقهوه والعربي، ويوزع التمر بنفسه وبيجهزها بنفسه وعاملها بشكل كويس جدا ومغلفها
بحيث تبقى يعني شكلها شكل كويس يليق بالضيوف بتاع المدينة المنورة. الناس هم بيمروا عشان يشربوا القهوة، وانا كمان بشرب القهوة بتاعته هي. فانا بقالي كام يوم، بقالي فترة طويلة ان انا حريص ان انا اتابعه، ان انا اشرب عنده الشاي واشرب. هذه تبعنا ما شاء الله. عاملها ابو السباع، سوري الجنسية، مقيم في المدينة المنورة وبقاله سنين بالرجل الطيب. نعم. عمرك قديش عمرك؟ أنا عمري 55 سنة. أنا 92. الله يديك الصحة. عمره 92 أو 92 سنة، العمر كله له، وحريص إنه يعني من هو في عمري وهو بيوزع التمر والقهوة. ما شاء الله. منين؟ من سوريا عمنا؟ من أي مدينة؟ الله من سوريا. إيه ما شاء الله، أهل سوريا. ها؟ لا على صفحتي على التيك توك، حكاوي كيلاني على التيك توك وعلى الفيسبوك. شكرا بس على شاي. ايه رايك؟ انت بتيجي هنا كل يوم؟ ايوه. عارف عمنا ابو السباع؟ ما اجي اخذ كل يوم، بس اجي العب. تيجي تلعب هنا وتيجي تاخذ منه، حتى الاولاد الصغيرين عارفينه. هذا العادل. ما شاء الله. وبيجي ياخذوا من عنده هنا يا جماعه الحاجه الجميله جدا بنحاول ان احنا ننقلها لكم بالصوت والصوره، وننقل لكم النماذج الجميله دي. نموذج جميل من 41 سنه وهو بيوزع في مدينه طيبه الطيبه من المدينه المنوره، مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم، القهوه العربي والشاي. بيوزع تقريبا حوالي 60 دله. 60 دله ده عدد مش قليل. صور اصورك اهو. اسمك ايه؟ انا زياد. زياد، ونعمل اسامي يا زياد. معلك زود. ما شاء الله والنعم. معلك زود. سنه كام يا زياد؟ خشيت خامس. خامس ما شاء الله. يلا شد حيلك بقى عشان الدراسه. ان شاء الله. الناس عارفينه يا جماعه. انا عن نفسي كويس يعني كده هعرفه انا كل يوم ان شاء الله، وانا معدي على الحرم النبوي الشريف او مسجد قباء، نيجي نشرب هنا الشاي واحنا رايحين للحرم النبوي الشريف عند عمنا ابو السباع. عليك السلام. كيف حالك يا طيب؟ كويس الحمد لله. بتقول دايما بتشرب من هنا انا ساكن هنا على طول. انا لي 4 سنين هنا. ما شاء الله. 4 سنين. 4 سنين هنا. وتفرجت ده على الصلاه على النبي معاه على طول ليل ونهار. ليل ونهار. رمضان بالليل وفي الايام العاديه بالنهار. ما شاء الله. الصلاه على النبي عليه، يعني ربنا يزيده ويبارك، ربنا يديله الصحه. والله الصلاه على النبي. انا شفت تقرير عنه قبل كده، وكنت والله حريص ان انا اعرف مكانه فين، والحمد لله ربنا اكرمني النهارده وان انا شفته. دي تعليق اكثر من 50 سنه هنا. هذا بالصلاه على النبي. ما شاء الله. ده واضح ان الناس اللي هنا ساكنين عارفينه يعني. انا ساكن هنا وعارف من ساعه ما جيت هنا السعوديه عارف. ما شاء الله. والقهوه بتاعته كمان مميزه طيبه. شاي وقهوه وبلح وخبز. ده منين؟ من اسيوط. انا وسهلا على ناس يعني هنا انت معايا وعارفه من بقالك فتره هنا. ايوه لي 4 سنين هنا عارف. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يديله الصحه. شايف يا جماعه هو بينزلوا هو دي ميه، كراتين ميه بتنزل اهي جنب عمنا ابو السباع عشان يوزعوا كمان الميه على الناس اللي بتعدي. ما شاء الله. ميه هي بيوزعوا ميه. كل ده مجانا يا جماعه لوجه الله سبحانه وتعالى، مش في رمضان بس، مش في رمضان، لا في الايام العاديه كمان. هذا اهو الكوبري اللي رايح على الحرم النبوي الشريف، ودي منطقه جاده الصقب اللي هو كان زمان شارع قباء طالع، وشارع قباء الناس ده شارع قباء النازل على الحرم، وهو دلوقتي اسمه جاده قباء او درب السنه. من يعتبر افضل ممشى في المدينه في العالم كله. افضل ممشى دلوقتي انك تروح لمسجد قباء للحرم النبوي الشريف 3 كيلو، تمشي على رجلك في سيارات بتعمل عمليه توصل الزائرين من الحرم النبوي الشريف. وانت رايح على الحرم النبوي الشريف قبل الكوبري بحوالي 100 متر او بعمارتين، او انت طالع هتلاقي الطريق اللي على ايدك اليسار، هتلاقي بعد 100 متر عمنا ابو السباع الراجل السوري الطيب الجميل اللي عمره حوالي 91 سنه. ده تقريبا احد اولاده او احد اقاربه، ويوزع معاه هو، ويوزع ده تمر مغلفه في علب جميله هي همت. وزي ما انتم شايفين
الزائرين هم بوزع عليهم التمر بعلب مغلفه جميله. يعني الموضوع واخد منه مجهود كبير جدا جدا جدا. ما شاء الله. على العموم يا عمنا ابو سباع، انا سعيد ان انا عملت معاك اللقاء الطيب ده. ما شاء الله. وربنا يديك الصحه والعافيه وطول العمر. وكل سنه وانت طيب. تحب تقول ايه كده للناس اللي بيجوا للضيوف بتوع المدينه المنوره؟ نعم. تحب تقول ايه؟ كلمه. على العموم انا كنت معاكم في اللايف ده يا جماعه، وانا سعيد ان انا عملت معاكم اللايف ده، ولايف من شارع قباء مع عمنا ابو السباع اللي هو دايما بيوزع التمر والقهوه والميه والقهوه العربي في شارع قباء. وانا سعيد باللايف ده، وان شاء الله اشوفكم في لايف جديد وحكايه جديده من حكاوي الكيلاني في رعايه الله.